السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بقالنا اسبوع، مش اسبوع، هو يمكن اكتر من اسبوع والله يعني. آم، عمالين يعني الواحد كل ما بيفتح الموبايل يجي يشوف اي حاجة يلاقي انه فلان قتل فلان، والطفل فلان اتسحل، ده غير الطفل اللي هو تم هتك عرضه قبل كده، ده غير انه في بلطجي ماشي يضرب في الناس كده يعني هباء من غير اي ردع ولا اي حساب. مش عارف الطالبة مين وقعت من مش عارف الدور الكام، وفي اشتباه انه يكون مجموعة من هيئة التدريس ليهم علاقة بالحادثة. مش عارف ايه بالراحة والنبي بالراحة، والله العظيم بجد الواحد حرفيا ما بقاش مستحمل. نهدى شوية، نفسي افهم احنا بنشير الكلام ده ليه؟ يعني هو خلاص يعني ما بقاش في اسم بيشتغل ولا اي حد يعني ينفع ان احنا نشتكي له غير السوشيال ميديا. يعني حرفيا والله يا جماعة الواحد تعب من كتر الفيديوهات اللي بتتشاف ومناظر ويعني أنا مش عارفة برضو إيه اللي حاصل عندي. يمكن من وقت الطفل ياسين وكده، وأنا عمالة تجيلي فيديوهات بقى كتير ليها علاقة بالبلطجة والقتل و إيه في إيه مش فاهمة والله. واللي هو حتى يعني الواحد لما يجي يخرج مثلا مستنفذ كده قابل صحابي او حاجة، برضو نفس الموضوع بيحكوا انه نفس القصص بتنزل عندهم على موبايلاتهم ان هم شافوها والكلام ده. نهدى شوية حتى لو هننزل خبر، يعني بلاش يا جماعة التصوير وننزل فيديوهات، يعني خلوا الفيديوهات والحاجات دي للنيابة، للناس اللي هي ممكن يعني تاخد يعني إجراء قانوني ضد الناس اللي ارتكبت الجرم ده. ولكن إحنا يعني كناس عاديين، إيه اللي هيفرق في إن انتوا تشيروا الفيديو؟ يعني إن إحنا نشوفه، إيه اللي هيفرق في كده؟ أنا بجد مش لاقية أي إفادة. حتى لو أنت عايز تحرك الرأي العام أو بتاع، ممكن عادي تصيغ ده في كلام، مش لازم إن أنت تنزل المناظر البشعة دي. والله أنا في طفل يعني شُفت الفيديو بتاعه وهو نزل لي وغصبٍ عني فضولي شدّني إن أنا أتفرّج يعني. يعني الولاد ماسكينه وساحلينه، يعني في ولد ماسكه ساحله من على سلالم كده أهو، وهو تقريبًا ميّت. يعني أنا مش عارفة بصراحة هو وضعه إيه دلوقتي أو كده. بس حتى لمّا أنا جيت قريت أو يعني سمعت أهله وهُم بيتكلّموا، يعني اتقال إن هو الولد يعني خلاص هو كل جزء فيه في جسمه متكسّر. المنظر بجد بشع. والأبشع من كده يعني الست اللي خرجت ورا الطفل اللي كان بيسحله على الأرض بمنتهى البرود وفضلت تمسح في هي وابنها السلالم من الدم وكده بمنتهى البرود. يعني طب والله مقدرين ويعني خالص الأسف والتعازي لكل حد فقد حد أو لكل حد حصل له حاجة من دي من أي شخص بلطجي. ولكن بجد ارحموا نفسكم يا جماعة، وبلاش تشهير المناظر دي والنبي، بلاش تشهير الحاجات دي، لأنه بجد في ناس أعصابها بتتعب. يمكن أنا كنت فاكرة إني قلبي قوي بقى وبتاع ومش عارفة إيه، بس أنا بجد أنا بقالي كذا يوم عمالة بعيط عياط واكتئاب، مش عارفة في إيه بصراحة. والله ومش أنا بس، كتير قوي من الناس نفس القصة. فنحاول على قد ما نقدر لو إحنا يعني هنشير أخبار زي دي بلاش نشير فيديوهات فيها مناظر صعبة بالشكل ده. ربنا يلطف بينا، ويا رب القيامة بقى تقوم عشان نخلص بجد، لأنه ما بقاش في حاجة تانية خلاص تتعمل، يعني كل حاجة اتعملت. كلمتين حبيت إن أنا أقولهم والله، بس يعني لأنه بجد الموضوع متعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان سليم يعني رفع لنا رجله ورا كده خلاص ما ينفعش بقى إن إحنا نعمل حاجة تانية في الفيديو أكتر من كده. يلا سلام عليكم.